السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا بعد ما خسرنا من بيراميدز بفضيحه 3-0 مع الرأفة يعني، واتعمل علينا جيم مفيش احسن من كده، واللعيبه بتاعتنا حرفيا ما جاتش الملعب ولا رجوله ولا نخوه، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ولكن للاسف الشديد انت مضطر تكمل مع المجموعه دي، اذا كانت لعيبه ولا مدرب خربان مش فاهم حاجه في دنيته. 3 ماتشات كمان. للاسف انت مش بتشجع الاهلي عشان اللعيبه دي، ولا بتشجع الاهلي عشان المدرب ده، انت بتشجع الاهلي لنفسه، للكيان نفسه. فانت مضطر برضو مهما حصل ومهما الدنيا وحشت معاك، وزي ما بيقولوا اللي على المر قبل الحلوه معاك يا اهلي، فانت مضطر تكمل تشجيع للاهلي، برضو مضطر تتفرج على 3 ماتشات بنفس العهاد بنفس المدرب المستفز. فانا ليا رجاء صغير عندكم، بس والله رجاء صغير خالص. بكره احنا مش طالب غير بكره. احنا في دوري 2015 كنا خسرانين الدوري، ولكن نزل الله يشفيه ويعفو عنه مؤمن زكريا، جاب لنا الماتش 2-0 باسهل سهوله وكسبنا. رحنا السوبر المصري مع ان احنا كنا اوحش ب 100 مره، وزمالك فيريرا ده كان جبار حرفيا، وكان معاه سكواد جبار، وكان واصل نهائي تشامبيونز ليج، فكان حرفيا مكسر الدنيا فيريرا مع الزمالك. ولكن نزلنا في السوبر كسبناهم 3-2. انا كل اللي طلبه منك يا صاحبي هو بكره استرجل، بكره ابوس ايدك، انا مش طالب منك غير كده. مع ان انا مش عارف ازاي هنسترجل، وواحد زي امام عاشور عمال طالع عليه تصريحات وحوارات بيعملها في التدريبات، وواحد زي زيزو يقول لك انا العضله الخلفيه عندي بايظه، يروحوا يعملوا له اشعه لو العضله عنده كويسه ما فيهاش حاجه. طب انت يا ابني بتستدعي الاصابه عشان ما تلعبش؟ مش عايز تلعب؟ قول مش عايز العب. لكن ليه الحوارات دي؟ انت خايف من جمهور الزمالك تديك على عينك يعني. الفكره ان انت الماتش ده بقى ممكن جمهور الاهلي وجمهور الزمالك هيدولك على عينك. انا طبعا مش بحرض على حد ان هو يشتم حد، او انا مش مع الفكره دي عموما. انا شايف انت رايح تشجع، رايح تشجع فرقتك، ركز مع فرقتك، هتافك كله يكون موجه لفرقتك، لدعم فرقتك. ما ينفعش ان انا استغل الهتافات بتاعتي ضد لاعب معين او ضد فئه معينه من اللعيبه. طبعا انتوا عارفينهم، اذا كان امام ولا بن شرقي ولا زيزو. فانا كده كده ضد الفكره دي، ولكن انت دلوقتي لازم تكون لاعب راجل في ماتش. الماتش ده ممكن ما يحددش حاجه، انت كده كده خسران دوري وخسران مركز يأهلك لدوري الابطال، ولكن ماتش اكسبه بكره. اقل القليل يعني بمسماها قمه معروفه ان هي بطوله لوحدها، هو الناس سميتها كده من ساعه ما وعينا على الكوره. يقول لك ماتش الاهلي والزمالك ده بطوله لوحده لازم تكسبه. فابوس ايديكم، انا مش طالب غير شويه استرجال بكره، شويه رجوله في الملعب، شويه نخوه على التيشيرت اللي انتوا لابسينه. التيشيرت ده قسما بالله ياما لبسوه ناس اساطير. التيشيرت ده ياما كبر ناس وعلى ناس، مش انتوا اللي هتكبروه ولا انتوا اللي هتصغروه، بس استرجلوا يا اخي، اعملوا بلقمه عشقه، خافوا على لقمه عشقه بس.